لو انا بقى هدي الاي ام انجكشن، الاي ام يعني انترا ماسكولار، يعني حقنه عضليه. تمام، يعني هدي في العضل. طب ده ايه؟ ده الباتوكس. هي الباتوكس بس اللي فيها ماسكولار؟ هي الباتوكس بس اللي فيها عضل؟ لا، الارم اللي انا كنت ماسكاه ده ما هو فيه عضله برضه. تمام. طيب الساي فيها عضل، اللي هو الفرز بتاع الرجلين فيها عضل. الاماكن اللي فيها عضلات دي اللي نهدي فيها ايه؟ اي ام انجكشن. لكن اكتر اماكن مشهوره هي عندنا الباتوكس وعندنا الارم والساي طبعا. ماشي، الساي دي اللي هي ايه؟ الفرز. طيب يعني مثلا لو انا هدي في البيشنت هديله حقنه اي ام، هعمل ايه؟ نمسك الانترا ماسكولار اللي هو المنتشر عندنا اللي هو الباتوكس. هنعمل ايه؟ طبعا رحت عملت الفايف بريبريشن بتاعتي، الفلو بريبريشن، وعملت ميديكال ريفيو للميديكال اوردر، ورحت مسكت الميديكيشن وعملت له بريبريشن، ومعايا سترينجه ومفيش اي حاجه، ورحت للبيشنت. كل الكلام ده اللي احنا عدناه اللي احنا قلناه مش هنعيده تاني. طيب اعمل معايا قطنه وفيها كحول ووان دايركشن. لاحظ بس هو للاسف اللي صمم البتاعه دي صممها غلط شويه. ليه بقى؟ لان عندي الباتوكس اهي. تمام، مش دي الباتوكس؟ ادي اهو، كان في 2 باتوكس للطفل. تمام، هعمل ايه؟ ادي الباتوكس اهي اهو. تمام، سيبريشن ده اللي هو الجزء اللي بيعمل سيبريشن بين التو باتوكس. تمام اهو، ودي نهايه الايه؟ نهايه الفقرات، الجزء اللامبر بارت. هعمل ايه بقى في الجزء ده؟ والله المفروض الباتوكس دي بقسمها 4 كده، 1 2 3 4، 4 تربع، واخد في الربع الخارجي، في الربع الايه؟ في الربع الخارجي. تمام. طيب هعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا هجيب قلم دلوقتي. المفروض ادي المصل بتاعتي هقسمها ايه؟ 4 تربع كده. ليه بقى كل ده؟ عشان انا عايزه ادي في الربع الاخير. الابر يعني عالي، اوتر يعني خارجي، كوادرانت يعني ربع، يبقى ابر اوتر كوادرانت، الربع الخارجي العلوي. ليه؟ لان ال3 ارباع دول في احتمال كبير ان يكون فيهم حاجه اسمها عرق النسا، وده لو اتصاب بيصيب شلل، بيؤدي الى حدوث شلل. تمام. طب لو هاجي في الباتوكس الثانيه الجنب الثاني هعمل ايه؟ برضه هقسمهم 4 اهو، هقسمهم 4. المفروض ان هدي في الربع الايه؟ الخارجي من هنا. طب امال هو هنا بقى للاسف اللي صممها مش صح. يعني هو جايب لك الجزء ده كله هارد، لكن ده الجزء الرابر. يعني المفروض الرابر ده يدي هنا عشان يعرفني المكان الصح، لكن هو هنا طالع فوق قوي. يعني هو هنا طالع في الجناب اساسا، طالع في الجناب. فالجنب ده كده فات بقى مش مصر، لان الجناب دي فيها فات اكتر من المصر. تمام. فاحنا خلينا كده صح. يعني احنا دلوقتي في الاي ام يفضل، وده صح، ما الربع ده وده غلط. يعني يا دكتور طول الوقت هدي في ده، ادي في ده، عندك ده كله براحتك فيه. عندك الربع الابر اوتر كوادرنت الخارجي اللي هنا براحتك فيه، لكن ده لا وده لا وده لا. تمام. البيشنت ده بياخد اي ام كل شويه. والله انت عندك اي ام وعندك مصل في كل حته. عندك في الارم هنا ممكن ادي ايه في الارم؟ يعني وليكن الارم هنا هعمل ايه؟ عظمه الكتف عند الشولدر كده بروح عامله حاطه 3 صوابع وادي بعدها. تمام، او عامله زي علامه في كده واروح عاطي هنا. يعني انت عظمه الكتف هنا. تمام، انت كل ده عضلات اهي. تمام، هعمل ايه بقى؟ هنا كده ادي كتفي، هاجي هنا لمثلا البيشنت اهو، حتى هو عاملها لي اهو، جايب لنا رابر من هنا. ادي الكتف اهو، صباعين 3 صوابع، وابعد الصباع الثالث ودي فيه، او بعد ال3 صوابع وهدي فيه. يعني الجزء ده اكتر مكان فيه مصل. طيب ايه كمان؟ او هنا ممكن اعمل في ودي هنا. تمام كده، مفيش اي مشكله. طيب ايه كمان؟ عندي الصاي، خاصه في الاطفال الاقل عمرهم اقل من 2 سنين. يعني في الفجر لو انا هدي ميديكيشن للبيشنت في عظمه اقل عمرهم اقل من 2 سنين. يعني في الفجر لو انا هدي ميديكيشن للبيشنت في عظمه الصاي، في المصل بتاع الصاي، ادي الفرد، ادي 1 هقسمها 3 بارتس، 1 2 3 وهدي في النص. انت من غير ما تقسم ادي في النص على طول. دي طبعا المكان ده مليان مصل، في مصل كويسه جدا، ولكن هو بيبقى بينفل شويه عن الباتوكس. الباتوكس مش بينفل زيه. هدي ازاي بقى؟ نفس المشكله، نفس البروسيجر، نفس الخطوات، كل حاجه، بس الزاويه هي اللي مختلفه. برضو بكحول
وان دايركشن، همسح وان دايركشن، ادي كحول اهو، او معايا قطنه فيها كحول وان دايركشن، وهدي في الجزء ده. هتعمل ايه؟ نفس الحكايه، انا هعمل ستريتش، يعني هفرد الجلد شويه. لو انا هدي في شخص فات تخين، بدل شخص تخين يبقى عنده كميه الفات ايه كتيره، فهضطر ان اعمل ايه؟ ستريتش للسكين، واروح داخله بزاويه كام؟ بزاويه 90. برضو لاحظوا النيدل بيفل اب اهي موجوده، همسك الزاويه كده النيدل زي القلم بالاندكس والصنب اهو، واللونج فينجر والصباع الطويل اهو كده، محدش يمسكها لي كده. هتمسكها كده تمام مفيش مشكله، بس عشان تعرف تتحكم كده اكتر. تمام. وادي النيدل بيفل اب لفوق، اللي هي الحته الشرب اللي من فوق دي، وادخل سنه. اول ما تعمل بنتريشن للسكين كده يبقى انت ايه؟ سهلت على البيشنت دخولك. بس طبعا الجزء ده زي ما قلنا الجزء ده هارد، فالسرنجه مش تدخل. فتعالوا نجرب هنا كده، او بلاش الجزء ده عشان الناس ما تتلخبطش. تعالوا نجرب هنا. تمام. ممكن نغير النيدل. هنفضي منها الهواء ونغير النيدل بقى. تمام اهو. وعملنا ديس انفكشن للمصل اهو، وجيت في وان دايركشن، ورحت عملت كوليكشن، ورحت دخلت بالسنه البيفل اب بتاعي لفوق اهو. شوف اول ما دخلت بالراحه، وبالسنه البيفل اب بيبقى فوق، فايدك بتبقى خفيفه مع البيشنت. اعمل ايه بقى؟ همسك كده بالاندكس والثumb النيدل من هنا، واروح عامله ايه؟ واروح ضغط الدوز بتاعتي. طيب في كتب في الاول بتقول لك ان انا هرجع بالبلنجر لورا باك. ليه؟ يقول لك عشان لو انا رجعت ورا ولقيت دم اطلع كده يبقى انا داخل في وريد. ماشي؟ وما لقيتش حاجه، ولقيت في هنا في الجزء النيدل اللي لونه لبني ده ما لقيتش بلاد كده، يبقى انت صح في المصل، وادخل في المصل، لان المصل مش هتجيب لك بلاد صح. لكن لو انت جبت بلاد هيبقى في المصل، لا هتبقى في وريد، فاطلع وغير النيدل وادخل تاني. بس في كتب بقى الجديده بتقول لك ان الموضوع ده مش يعني ايه، البيشنت ذات نفسه مش هيستحمل. تخيل بتدي الطفل هيستحمل ان هو تدخل وتسحب وتدي؟ لا. فاحنا بنعمل ايه؟ ما بتدخل صح ادخل على طول. طب ولو الدكتور لو طلع في دم مفيش مشكله، مش هيأثر عادي يعني، مفيش مشكله، لان كده الدوز دي قليله. يعني المصل ذات نفسها اقصى جرعه تديها في الدوز بتبقى 10 سم. المهم انا هدي تمام الدوز بتاعتي، والمفروض بيبقى معايا قطنه، هطلع بالسرنجه كده واروح عامله بريشر دي في السيفتي بوكس على طول. يبقى مفيش اي اختلاف في الاي ام والانترا ماسكولار والانترا ديرمال غير بالزاويه. الانترا ديرمال 15 واقل من 15، السبكوتينوس اللي هو تحت الجلد في الفات وبدي بزاويه 45، الاي ام بزاويه كام؟ بزاويه 90. بسرعه كده نخلص الحاجات. ايه اللي ممكن يقلقك من ان انت تدي اي ام انجكشن؟ طيب الاول بس احنا كده خلصنا. المفروض ان انا هرجع الاكوبمنت دي، لو الحاجات اللي انا هعملها ديسكارد اعملها ديسكارد، واللي انا هرجعها، والبيشنت طبعا رجعت في البوزيشن بتاعه، وهرجع بعد ما انا خلصت اعمل ريموف للجلافز بتاعي، وبعد كده هعمل هاند واشنج. تمام. هعمل هاند واشنج واعمل دوكيومنتيشن للميديكيشن انا عطيته، الرايت نيم بتاع البيشنت، وادي واكتب الرايت دوز اللي انا كتبتها، الدوز اللي انا عطيتها، وعطيتها بأنهي روت بأي طريقة، وعطيتها في أنهي سايت في أي مكان. ليه بقى؟ افرض حصلت مشكلة، احنا عايزين نعرف المشكلة بسبب الانجكشن ولا لا. طب اخر واحد مين عطى الانجكشن؟ ساعتها بنشوف الموضوع ده في الدوكيومنتيشن اللي انت عامله، عشان الدوكيومنتيشن بتاعك بيحفظ حقك، وعشان ما تنساش اي حاجة، ويحفظ حق البيشنت طبعا. طيب نمسك بقى يا شباب ايه؟ لو احنا جينا بقى عند الميديكيشن، ايه اللي يخليك تخاف من الاي ام؟ طول ما انت ماشي بالرايت روت، يعني لو انت فعلا عملت ديس انفكشن صح للمكان، وخليت ان انت عملت النيدل بتاعتك ديت ما لمستش اي حاجه بره، ما لمستش كمك، ما لمستش الميديكيشن من بره، وانت بتفضي الهواء كانت متغطيه، زي ما احنا قلنا ان احنا بنغطي الايه؟ بعد ما بعمل الميديكيشن بروح مغطياها، مش بسيبها مفتوحه وافضي الهواء.
الجزء اللي انت بتقلل تعرض النيدل فيه للهواء ده بيحافظ على الاستريلتي بتاعتها. وعملت انفكشن في المكان، بدل انت استخدمت الانفكشن كنترول صح واتبعت الطرق الصحيحه عشان تمنع ان يحصل اي انفكشن، ما تقلقش. يعني وليكن لو انت عطيته في الاوتر ابر كوادرنت او الابر اوتر كوادرنت، الربع الخارجي الاعلى العلوي، كده بتحمي نفسك من ان البيشنت يحصل له ايه؟ ان البيشنت يحصل له اي مشكله في عصب اللثه اللي احنا بنقول عليه. تمام؟ دي اول حاجه. وكمان بما انك انت اتبعت الانفكشن كنترول صح وعملت الطريقه صح زي ما احنا متفقين، كده مش هيحصل انفكشن. ده اكتر حاجه احنا مش عايزينها. تمام؟ طب لو حصل وليكن حصل زي اديمه كده او ورم، او يقول لك البيشنت جاي يقول لك ده حصلت لي كلكيعه مكان ما انت عطت لي حقنه العضل، لا ما تقلقش مفيش اي مشكله. ليه بقى؟ ده مجرد ان الميديكيشن عملته في المصل، وممكن يكون البيشنت نشف نفسه شويه فكان في كونتراكشن في المصل فبيخلي الابزوربشن صعب شويه. ماشي؟ بس مع الوقت هتلاقيها عدت. يقول لك زغمدت، لا عادي ما تقلقش مفيش مشكله. طب افرض ان انت مكان معروض الانجكشن فيه احمرار او زرقان. الاحمرار ده والزرقان زي الكدمات كده ممكن تكون وانت طالع او وانت داخل خراب، يعني عملت بانكتشر او خرمت شريان ولا حاجه ولا عورته وانت داخل، ما تقلقش منه برضه عادي مفيش مشكله. الحاجات دي هتخف مع الوقت. تمام؟ طيب يبقى بدل انت ما عملتش انفكشن للمكان ولا جيت في الثلاث ارباع التانيين، يعني ما صبتش عرق الناس كده، انت تمام. الزغمده عادي اللي هي الكلكيعه اللي بيقول لك عليها دي، لو حصل اي احمرار او زرقان عادي برضه ما تقلقش هيصرف بعد كده. تمام؟ ولكن لو حصل احمرار والاحمرار ده ما بيقلش بل بالعكس بيزيد وشويه بقى بينفول، لا كده بقى تعالى بقى في مشكله لا قدر الله. ممكن تكون انت ما اتبعتش الانفكشن كنترول صح اللي احنا بنقولها، ودخلت والنيدل عمل انفكشن جوه، فيبدا يحصل بص يقول لك ده الحقنه عملت خراج، فده يتلحق لان الانفلاميشن بتاع السكين واصل لجوه المصل من جوه بزاويه 90 درجه انت مدخلها. فمعنى كده ان الانفكشن دي هتاكل المصل لو ما اتلحقتش، وده ساعتها يبقى محتاج دكتور جراح يفتح وينظف، لان الانفكشن مش خارجي حضرتك، ده جوه مكان ما انا دخلت بزاويه كام؟ بزاويه 90. تمام كده؟